بصوا، خلونا نتفق كده على نقطة من بداية الفيديو، ان الاباء والامهات احيانا بيسببوا لنا صدمات وهم مش حاسين او مش فاهمين، بسبب قلة الوعي او الجهل، او حتى دي طريقة اتربوا عليها زمان وشايفينها مناسبة وهي طلعتني دكتور فان شاء الله تطلعك دكتور وهكذا يعني. فبالتالي ممكن نطلع غير اسوياء نفسيا بسبب معاملة او تربية اباء او امهات لينا. علشان كده الحلقة دي مأخوذة من كتاب ابي الذي اكرهه للدكتور عماد رشاد عثمان. يلا بينا. مبدئيا كده الاهالي زي ما احنا قلنا ممكن تسبب لينا امراض نفسية او صدمات او يعني بعض المشاكل النفسية اللي ممكن توصلنا للاكتئاب والادمان والانتحار والالحاد. ازاي؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة. مبدئيا كده اي اساءة بتسيب فينا 4 ابعاد. اول بعد وهو جرح الهجر. يعني ايه جرح الهجر؟ احنا حتى كاطفال اول كلمة بنبدأ ننطقها ماما بابا، اللي هي ايه الكلمات اللي بتدل على الاب والام لشدة تعلقنا فطريا بيهم، وكمان علشان المعاملة سواء حلوة او وحشة احنا اول ناس بنجري عليهم هما والدنا او والدتنا. حتى لما مثلا ماما تضربني كانت زمان كنت اعيط في حضنها عشان هي ضرباني يعني مش عارفة، يعني حاجة غريبة، وده سبحان الله يعني فطريا، يعني كنت بزعلانة منها وقاعدة بعيط جنبيها. فالهجر ده او احساس ان انا معاقبة من حد قريب جدا مني بيحسسني بعدم الانتماء بيه، فبالتالي بحس بجرح الهجر، وده بيخليني ادور في بيئات غير صالحة زي الادمان او زي الانترنت والمواقع اللي مش كويسة كلنا عارفينها بس ما ينفعش نقولها عشان الفيديو ما يتمسحش. زي مثلا عادات غلط، زي اصحاب غلط. طب يا مونيكا ايه الحل للموضوع ده؟ ان انا احاول ابني بيئة صالحة ليا متكونة من علاقتي بربنا اول حاجة. تاني حاجة ان هو زي ما اكيد في حد وحش او سبب لي صدمة في حياتي، وللعلم يا جماعة يعني في كام حاجة كده، في كام مأخذ عايزة اقولهم على الكتاب بعد ما خلصه، يعني بعد ما نخلص الكلام. ففي صاحب، في صديق، في حد حتى في العيلة بحس نفسي بكلمه بحرية او بتلقائية، ففي حد ذاته ده ممكن ابني معاه بيئة يكون صديقي او يكون زي اخويا او تكون زي اختي، مفيش اي مشكلة نهائي. طب يا مونيكا ده بالنسبة للبعد الاول جرح الهجر. طب ايه تاني؟ البعد التاني هو الاستياء الدفين. هقول لكم على حاجة وما تفتكرونيش بأفور، بس جرح الهجر ده بيخلي عندنا استياء. ليه؟ انا بتضايق جدا ان اقرب حد ليا هو اللي بيعاملني وحش او بيعاملني بشكل انا مش قادر اعبر فيه واقول له انت ازاي تكلمني بالشكل ده. ليه؟ لان هو طبعا اكبر مني وليه فضل عليا زي مامتي او اختي او بابايا. حد كبير بيأثر في حياتي، ممكن جدتي عادي جدا، يعني ممكن حد بعد الشر مثلا بابا ومامته متوفيين فاللي بتربيه جدته، اذا اللي جابت له الامراض النفسيه دي او العقد النفسيه دي جدته، مفيش مشكله. فاذا دي بتكون ايه؟ مشاكل بسبب المعامله الغريبه او الغلط، فبيكون عندي غضب دفين او استياء دفين نتيجه للهجر والجرح. طب يا مونيكا الحل ايه؟ الحل ان انا ما احاولش اخلي الغضب ده دفين، اعمل اي حاجة اعبر بيها عن غضبي، ولو هتكون النتيجة زيادة الطينة بلة على ارض الواقع، ولكن لما بزيد الطينة بلة على ارض الواقع بنحلها فيما بعد. لكن لما انا بقعد اكون في قلبي كده واشيل واحط ومش عارف ايه، انا كده اللي هبقى معقدة نفسيا مش اللي حواليا، وبكده محدش هيتضر غيري. فبالتالي ما ينفعش اعمل كده نهائي. ما ينفعش احط جوايا واغضب جوايا وبس. ما ينفعش اكبت الطفل المغضوب او الغضبان جوايا لمجرد ان اللي قدامي ده ما ينفعش اكلمه كده. ممكن حتى افرغ طاقتي في اي هواية او اي رياضة انا بحبها، ودي عموما بالنسبة لي يعني حل كويس جدا. تالت نقطة الصدمة وعدم الشعور بالأمان. لما بلقى ان اكتر الناس المفروض تعوضني في حياتي هما اللي بيسؤولي او هما اللي مش بيشكروا فيا، بوصل لمرحلة ان هو طب انا كده ازاي احس بالامان؟ لا ده فلان ده ازاي هيحسسني بالامان اذا كنت ما حسيتش بالامان مع بابايا مثلا. وللاسف
للاسف بالنسبه لي دي اخطر مرحله، لان هنا بيبدا علاقتي بربنا تتزعزع. يعني ايه تتزعزع؟ بابايا او مامتي مش بيجيبوا لي احسن حاجه، بيعاملوني اوحش حاجه في الوجود في نظري، على الاقل كطفل او كشخص مراهق. مش حاسين بتفكيري او مش حاسين بعقليتي، وهم مش قادرين يوصلوا لي تفكيرهم. فبرجع بقى افكر، طب اما ده بابايا ومامتي اللي انا شايفهم، فما بالك بربنا؟ وبرجع بقى اخد الايه بالعكس، ان هم زي ما هم قاسيين عليا كده، فممكن ربنا يبقى قاسي عليا اكتر من ده. الناس الملموسه اللي المفروض يحبوني وانا بحبهم مش عارف ايه كده، فاهمين قصدي؟ العقليه دي مريضه شويه، سامحوني يعني في اللفظ، بس هي في العقل غلط. ولكن لما بيكون حد اتعرض لإساءة شديدة او معاملة سيئة بيفكر بالشكل ده. مش عايزاكم تستغربوا يعني، ولكن انا شفت ناس شخصيا في حياتي بيفكروا في الشكل ده. وده اللي يوصلنا للبعد الرابع، الخزي. يعني ايه؟ يعني انا بقى لما اجي ادور على شريك حياتي اقول ايه، والله انا مش عارفة هم ما بيحبونيش ليه، ولكن اكيد العيب مش فيهم، العيب فيا. برجع بقى لما اشوف مثلا فيديوهات واحدة بتحب ابوها قوي، ومثلا او واحده بتحب مامتها قوي، فمحتضنين بعض وفرحانين ببعض، ويعني حاجه كلها ود كلها ود ودفء وحنان وامتنان وكل حاجه فيها دي عارفينها. برجع بقى بحس ان العيب مش في اهلي، لا انا اللي بنت مش كويسه، انا اللي ما استحقش الحب، انا مش هلقى حد يحبني، ومش هلقى حد اصلا يعبرني، واكيد بابايا ومامتي عندهم حق عشان يعاملوا واحده زي كده. فده نتيجه لايه؟ نتيجه لكل الاساءات او الابعاد اللي فاتت. فبنوصل لمرحله الخزي، ان انا بكون مخزيه. والخزي ده عموما شعور مركب متكامل كده، ما بين الذنب، ما بين شعور الذنب وما بين التقزز من الذات. متخيلين انا بوصل لمرحله من الاساءه ان انا متقززه من نفسي؟ بما ان بقى ان انا اصلا شايفه ان ما ينفعش ادخل علاقه مع حد، او ان انا اكلم حد، او مين اصلا حتى لو واحده صاحبتي هتحبني اكتر من ابويا وامي، مش طبيعي، مش الكلام ده مش صح. فبالتالي بدخل في بعض الاضطرابات في العلاقات. يعني بيحصل شويه اضطرابات في العلاقات كده. كم نوع بقى اضطرابات بيحصل؟ 5 انواع او 5 حاجات ممكن تحصل. 1، التمرد والرغبة في المخالفة. ممكن اي حد يتعرض لإساءة ان بعد كده ما يسمعش كلام بابا او مامته او الشخص اللي خلاه معرض للإساءة دي. يعني انت هتقول لي يمين، انا عارفة ان يمين ده صح وهعمل الغلط وهروح شمال، ايه رأيك بقى؟ طب والله انت مش عايزني اروح المكان الفلاني، طب والله لا انا رايحه. انت مش عايزني اصاحب الفلان، هتحبني اكتر منك يعني، لا انا رايحه معاه، وهكذا. نبدا نتمرد، وسلسله من التمرد مش طبيعيه. تاني نقطة، السلطة الغير المرئية. دي بقى نتيجة العقد النفسية. دي بتكون جوه نفسي كده عقد وكلاكيع كتير. احنا بنفكر يعني بعد طريقة ارشادات واساءات ومحتاجات وعقد ومش عارف ايه، بنوصل لمرحلة ان في ناس بتحكم فينا جوانا. يعني ايه؟ فهمكم بالراحة قوي كمان. زي ما حد يقولي مثلا بمنتهى العصبية ده غلط وده صح، بقيت تلقائيا اول ما اعمل الحاجة دي اترعش واخاف كده، كأن في حاجة جوايا بتمنعني. اهو دي السلطة الغير المرئية، حاجة بتخليني مش متحكمة في نفسي، ونتيجة للخبرات السيئة والعقبات اللي انا مريت بيها والعقوبات اللي انا تعرضت لها. تالت نقطة، فوبيا الحميمية. وهنا مش بتكلم عن علاقة راجل بامرأة مثلا عشان يتجوزها او يتخطبوا او كده، لا، عموما انا بقيت ولا عارفة مثلا اخد عداوة معينة مع حد، ولا عارفة ادخل علاقة صداقة قوية زي انا واحدة صاحبتي ومش بنتفرق خالص، وهي البيست بتاعتي واحنا الاتنين شخص واحد، واللي هيضايقني والحاجات دي خالص. انا ولا عارفة اكون عدوة لحد واكره حد واخد معاه موقف، ولا عارفه احب حد. دايما علاقاتي سطحيه. علاقاتي السطحيه دي هتوصلني ان انا حتى مش عارفه اعمل بيئه بديله للبيئه اللي اذتني. يعني زي ما قلت لكم، شخص اذاني بتربيته، حتى لو مدرسه او حتى لو اخصائي، حتى لو اب او ام او هكذا، انا حتى مش عارفه اعمل بيئه جديده تكون مناسبه ليا. ليه؟ لان انا بقيت مضطربه، وصلت لمرحله الخزي، فبقيت حاسه ان انا لا استحق الحب والاهتمام اصلا.
فاهمين قصدي؟ طبعا نقطة متلازمة الحب الخشن، ودي نتيجة عن العقوبات. يعني ايه؟ بابايا مثلا بعد ما يضربني ضرب شديد جدا يقول لي انت عارفة انا بضربك علشان الحياة قاسية، او انا بضربك مثلا علشان كنت متضايق بس انا بحبك. فانا بقى بيتربط عندي الحاجتين دول، ان انا لما بحب حد بضربه، وممكن تقلب معايا بسادية للأسف، مرض ساد يعني، وان انا اتلذذ بعذاب الاخرين، وده سكة تانية خالص. وده نتيجة لإيه؟ لأن المخ البشري من صغره لو اتربى على حاجة بيكبر عليها، أو لو اتعود على حاجة. فبالتالي لما أنا بنفذ الكلام اللي هو بيقوله، لا ده أنا بحبك بس أنا بضربك عشان بحبك، يعني أنا بضربك كده عشان خايف عليكي. فإذا وكل حاجة انت كده كويس جدا حطيت الحب في مرحلة خشنة. يعني الشخص اللي بحبه هزر معاه بالضرب، هضربه واشتمه، وفي الاخر دي لغة الحب بتاعتي، انت لازم تحبني بيها. وده بقى اللي يوصلنا لخامس نقطة، البحث عن شبه مؤذي. يعني ايه؟ يعني انا واحد اصلا بيحب حب خشن، ابدأ بقى ادور على واحد توكسيك كده. عارفين البنات التوكسيك؟ بجد شفت قبل كده يعني، بس الموضوع ده من مدة بس استرجعته وانا بحضر الحلقة دي. بيقولك ايه؟ لا انا بحب اللي يصحيني بعلقة ويمسيني بعلقة، معرفش ازاي يعني، شيء فوق الطبيعة. وكنت بتريق يعني اقول ازاي يعني، انا عرفت دلوقتي ازاي. هي دلوقتي هي في مرحلة الحب الخشن ده، وبالتالي هي بتدور عن بديل، شخص شبيه مؤذي يعني زيها، وما شاء الله علاقة مليانة توكسيسيتي كده، علاقة كده مليانة توكسيك في توكسيك، كلها سموم، ما فيهاش حاجة صحة. دول ما يخلفوش اكرم لهم بقى. تمام. طب يا مونيكا، انا تعرضت لإساءات كتير ووصلت للاضطرابات دي، ازاي بقى اتعامل مع الإساءات؟ في ديني ممكن نستفاد كلنا. عندنا طريقتين. اول حاجة التجاهل، ممكن نتجاهل الإساءة، وده خطر جدا. يعني تخيل معاكي حية في الأوضة، ولا معاكي مثلا قرد في الأوضة، حلو، وانا سايبه القرد بالحيه وببص لبرواز معين، برواز كله زغرفه كده وجميل وحاطه عيني عليه، هاجي في مره اتصدم بالحقيقه المره ان في وحش معايا في الاوضه. ما هو بقى انا ايه، عامله نفسي مش شايفاه وهو قرد صغنن كده، او مثلا ايه، حيه صغنونه كده بتعمل سيك بس. دلوقتي بقى الحيه دي تكبر، طول ما انا بقى حاطه عيني على البرواز تكبر بقى لغايه ما هي تيجي لا تعضني انا وتقضي عليا انا. اهو دي كذلك برضو الإساءات هتقضي علينا طول ما احنا عاملين نفسنا مش واخدين بالنا. في بقى نقطة تانية او طريقة تانية، ودي يعني مناسبة شوية، وهي التعافي من الإساءة. اواجه نفسي انا اتعرضت لايه، وبالتالي وصلني لايه، وصلني للخزي مثلا، وقفت عند مرحلة الخزي، ولا لسه في مرحلة جرح الهجر، ولا ايه. ولازم كل مرحلة أرد بيها على كلام مثبت علميا. بمعنى إيه؟ يعني مثلا مرحلة الخزي فرضا، أرد على نفسي بنقطة مهمة جدا، إن ربنا ذات نفسه أكيد خلقنا الفايدة، وكمان يستحيل نكون مكروهين لسبب أو عيب فينا وإحنا اللي خلقنا ربنا. يبقى إذن دي حاجة أصلا ضد الخزي. فاهمين قصدي؟ فحد ذاته لازم اشوف انا وصلت لمرحلة ايه واعكسها، اهتم بقى بعكسها جدا، اهتم بيها جدا. مثلا انا بقيت قليلة، اهتم بالتوكيدات الايجابية، واهتم بقربي بربنا، اهتم بكذا حاجة بحيث ان هي تقويني. برضو وصلت مثلا في الاضطرابات ان انا بقيت شخص بحب حب خشن، او مثلا بقيت عندي فوبيا الحميمية دي، لا احاول ابقى اجتماعي حتى لو هضغط على نفسي. عارفين اللي عايز يتخن مثلا فبيضغط على نفسه بياكل بالغصب، انت اضغط على نفسك تعرف على الناس بالغصب. اقول لك ايه يعني؟ او يعني ابسط حاجة، افرض نفسك يعني اوحش حاجة يعني، ده ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه هيحصل لك اساءة، ما انت اصلا بنحاول نعالج الاساءة، يعني هو ما فيش اوحش من كده خلاص. فاهمين قصدي؟ في بقى مراحل تطور الاساءة، او اللي بيحدث فينا بعد الاساءة او في الاساءة عموما. ايه هو؟ واحد، الانكار. انا لما بتأذى من حد بحبه بنكر اصلا، متخيلين؟ بنكر ان ده اذى، تمام، لدرجة ان انا بيوصل عندي مشاعر مكبوتة، او بكون عندي انفصام في الشخصية. يعني انا ممكن واحدة بحب بابايا ومامتي جدا، وفي نفس الوقت مش قادرة اسامحهم عشان هم ضايقوني في حاجة معينة، وهكذا.
حد ذاتها حاجه غريبه، اللي هو انا ولا عارفه اكرهك ولا عارفه احبك، انا ولا عارفه ابرك ولا عارفه اغفر لك. بوصل لنقطه كده اللي هو قاضي امي او قاضي بابايا مثلا، ولكن عمل لي كذا وعند كذا دي واسكت، عند كذا دي واحس بجرح عميق مش قادره اتخطاه. فهنا بقى بتكون مرحله الانكار، ان انا بنكر اصلا، فبالتالي بيحصل عندي مشاعر مخزونه. لما المشاعر دي بتحصل بنوصل للمرحلة التانية، الغضب. بكون غضبانة جدا وفي نفس الوقت مش عارفة اقول الكلام ده للحد اللي مضايقني، لان هو اكيد اكبر مني، وكمان لاني احيانا بكون متقوقعة كده حوالين نفسي وشايفة ان انا اقول اللي مضايقني ده غلط، ولكن هو الغلط ان انا اكبت في نفسي، لان احيانا الاباء والامهات بيكونوا شايفين ان طريقة التوجيه دي هي اللي هتساعدنا في بناء شخصية سوية. يعني اخيرا وليس اخرا، ان هم اصلا ممكن يعاقبونا او يضايقونا او حتى يأذونا، ولكن بدون ما هم يكونوا عارفين ان هم بيأذونا. ودي اصلا المشكلة، لان هم بيكونوا مش فاهمين احنا ليه متضايقين وليه زعلانين وليه مش سويين نفسيا. جميل جميل جدا. تالت نقطة او تالت مرحلة هناخدها مع رابع مرحلة. يبقى تالت ورابع مرحلة وضع الحدود والسعادة الذات. ابدا احط حدود للي بيأذيني، سواء كبير صغير طويل قصير ملياش فيه. نبدا نحط حدود واضحه وصريحه. لو سمحت انا ما بحبش الشتيمه المعينه، لو سمحت انا ما غلطتش في حاجه معينه. لازم احط حدود للي بيأذيني عموما. ليه؟ لان برضو حاجه اساسيه، ان مهما كان حبي للي قدامي سواء كبير او صغير، لازم يكون محبتي لنفسي اكبر. ودي حاجة مش أنانية والله يا جماعة، دي حاجة سوية بسيطة. احنا كلنا لازم أي حد بيحب نفسه أكتر من اللي قدامه، ده طبيعي جدا. ما قلتش خوارزميات هنا، ما قلتش حاجة خارقة للطبيعة. جميل جميل. وده بقى اللي هيوصلنا لخامس مرحلة، التجاوز. انت خلاص يا حبيبي تعافيت بسلام ومبروك، انا سعيدة لك والله، انا سعيدة جدا بيك. في بقى كم مأخذ عندي على الكتاب صراحة، زي مثلا عنوان الكتاب. عنوان الكتاب يقفل اي حد جدا. يعني مش طبيعي ان اكون بسمع الكتاب او بقرأه وبابا يدخل عليا ايه ابي الذي اكرهه، دي والله عيبة. الكتاب نفسه الاسم بتاعه حساب فيه نوع من الاوفر. يعني ممكن اكون بقرأ الكتاب وانا ما بكرهش ابويا عادي، يعني ما فيهاش مشكلة، فاهمين قصدي؟ وممكن نوع الاساءة اصلا، يعني اصلا الكتاب كان بيتكلم ان ممكن بابايا او مامتي يعملوا لي اساءة، او الاهل عموما يعملوا اساءة وانا مش قادرة اكرههم، فبالتالي انا ما كرهتهوش. كلمة اكرهه دي قاسية جدا. يعني عارفين حد لما بيكره حد، يعني الكره ده حاجة قاسية جدا، يعني حاجة صعبة. فازاي بقى ابي الذي اكرهه؟ لا الاسم حساء يعني مش منطقي او صعب ان حد يمسك كتاب مثلا ابي الذي اكرهه. تمام. في حاجة كمان عجبتني في الكتاب، يعني ده مأخذ وفي ميزة عجبتني في الكتاب، ان هو كان بيتكلم عن تأثير الإساءة اكتر من الإساءة. يعني اكتر من نوع الإساءة، لا كلمني ايه اللي بيحصل في سيكولوجيتي او في ذاتي، وازاي اعالج الإساءة، ايه اللي بيحصل لما بيسيئوا ليا، يعني ايه النتيجة، ايه اللي بيحصل، مش نوع الإساءة او شخص معين. فيعني انا صراحة انصحكم بالكتاب جدا، بعيدا عن اسمه انصحكم بيه جدا جدا. وطريقة الدكتور عماد اصلا رشاد رائعة. احنا لخصنا ال3 كتب بتوعه، مملوء بالفراغ واحببت وغدا، وده الكتاب الثالث اللي هو ابي الذي اكرهه. بالمناسبة احنا ممكن نحط لينكين الحلقة، لينكات الحلقات اللي فاتت يعني بتاعت احببت وغدا ومملوء بالفراغ، لو حد يعني عايز يرجع لهم او كده. بجد يا جماعة طريقة كتابة الدكتور عماد رشاد تحفة وجميلة جدا وسلسة جدا. يعني انا بنصح اي حد لو عايز يقرأه، يعني لان هو اكيد الفيديو غير وافي وكافي لكل الاساءات وكل المحتاجات وكل العلاجات. وبس كده، كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. لو انتوا بقى بتشوفوني من على اليوتيوب فاعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة علشان نوصل 1000 مشترك قبل ما يخلص رمضان. ولو انتوا بتشوفوني من على صفحة الفيسبوك فاعملوا رياكت للفيديو ومتابعة للصفحة عشان برضو نوصل 1000 متابع قبل ما شهر رمضان ان شاء الله يخلص. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة وملخص كتاب جديد ورأي جديد. وبالمناسبة رأي جديد دي في حلقة امبارح نزلت عن رأي مهم جدا وظاهرة منتشرة جدا في المجتمع، اتمنى تسمعوها عشان هتهمكم جدا.
وكمان سيرة ذاتية جديدة وملخص كتاب جديد. سلام.